لا مش خلاص. لا مش خلاص. انا عارف احنا على الهوا بس يعني. لا معلش، ما احنا هوانا طبيعي جدا. ماشي طيب كده. ممكن تمشي كده. عدي كده. طيب لا يعني شوف، انا قلت لك اولا ثروات مصر او ثروه مصر الاساسيه هي البشر. ولو انت استمعت طبعا لخطاب السيد الرئيس في عيد العمال، واتكلم فيه عن عنصر مهم وهو عنصر التنميه البشريه والتدريب النهارده للعماله ولكل القوى العامله اللي موجوده في مصر. هو ده مفتاح الموضوع. نعم. الموضوع ما هواش يعني وجود بشر، ولكن وجود بشر مدربين ومهيئين للإنتاج من ناحية الثقافة، من ناحية القيم، ومن ناحية الإمكانيات الفنية والإمكانيات العلمية. نعم. اللي يقدر يحقق هذه المعادلة فعلا بيبقى البشر بتوعه قيمة عالية جدا. وأنا عايز أقول لك حاجة، النهاردة القدرة التنافسية للدول بين دولة ودولة أصبحت الثقافة والبشر. الحاجات التانية كلها تساوت. النهارده الفلوس موجودة بتنتقل إلى بلد، من بلد إلى بلد بكمبيوتر، والناس كل يوم الصبح بتحول فلوس جوه مصر وبره مصر والصين والهند ومش عارف إيه. التكنولوجيا أصبحت النهارده بتنتقل بسرعة البرق. كل ما أنت محتاجه من إمكانيات موجودة. الحاجة الوحيدة النهارده اللي بتميز دولة عن دولة هي الثقافة والقدرة البشرية. يعني الصين إيه؟ نجاح الصين اللي احنا بنشوفه ده هو ثقافة وقدرة بشرية موجودة على الإنتاج. النهاردة لو جيت بصيت لمصر إدارة. يا فندم إدارة. طبعا، ما هو القدرة البشرية دي طالعة من إدارة معينة فكرة بتدير. التوظيف وفكرة طبعا. قراءة العالم من حولي وفكرة العالم عايز إيه، فأنا ما عندي أنت القوى بتحط البشرية دي. هؤلاء البشر النهاردة في منظومة أنهم منتجين. بالظبط. ما أنت ممكن توجه البشر في وضع غير منتج. أيوة. ممكن انك انت زي ما ضربنا مثال ببعض البيروقراطيه والامثله الثانيه. نعم. لو انت جيت في مكان بيشتغل فيه 20 واحد وحطيت 200 واحد، ما تكلمنيش بقى على البشر وقدرتهم. نعم. لان خلاص العمليه المعادله باظت. ولكن احنا عندنا فعلا، والكلام اللي احنا بنقوله مش كلام دش يعني، التراكم الثقافي، الوضع الجغرافي، الثقافات اللي مرت بيها الشعب المصري، تاريخ الشعب المصري بتطلع في البني ادم المصري في النهايه. وهذا البني آدم لو أحسنت تدريبه وأحسنت تعليمه قوة بشرية يستطيع أنه ينافس أي حد في العالم. ده مش كلام عاطفي، أنا بتكلم كلام أنا شفته هناك من المصانع الموجودة النهاردة على أرض مصر بشهادات من شركات عالمية بتعتبر نمرة 1 أو 2 عندهم في العالم في الإنتاجية. ده نفس العامل ونفس المهندس ونفس الفني اللي موجود في مصانع تانية فاشلة وبتخسر. وهنا العملية عملية إدارة وعملية تدريب وعملية تهيئ. وعشان كده النهاردة زي ما بقول لك الرئيس ادانا تعليمات واضحة في الصناعة، العامل البشري ادانا نص مليار جنيه عشان ندرب الناس. احنا علينا ان احنا نحسن استغلال هذه الأموال، وازاي ندرب شبابنا، وازاي ندرب عمالنا، وازاي ندرب مهندسينا. نفس الشيء النهاردة في تطوير التعليم اللي مطلوب، نفس الشيء في تطوير التعليم الفني، نفس الشيء بالنسبة لخريجي الجامعة. هل الحكومة ما كانتش شايفة ده ومستنيه ان رئيس الدوله، وهذا حقه طوال الوقت، ان يرى ذلك؟ لا يعني هل لدينا الحكومه؟ بص. تعال بص انت النهارده اوباما بيقول ايه، تعال بص النهارده ساركوزي بيقول ايه، تعال بص النهارده رئيس الوزراء الجديد اللي في اليابان بيقول ايه. بيتكلموا عن هذه الامور. هذه الامور ما تقدرش تقولها مره وتختفي. هذه الامور ما هياش النهارده العالم كل سنه بيحصل فيه متغيرات. يجب اولا انك تؤكد على قيمك وتؤكد على المسيره بتاعتك، ولكن في نفس الوقت النهارده انت بتحط موارد. خلي بالك زي ما انا قلت لك امكانيات الدوله محدوده. انت عايز تعليم وعايز صحه وعايز مرافق وعايز وظائف وعايز. لما النهارده رئيس الدوله بيذكر بعض هذه الامور بيذكرها من باب تحديد اولويات. نعم. ويجب ان هو يقولها. قد تكون الاولويات مختلفه السنه الجايه، قد تكون بعديها الاولويات مختلفه. انا هقول لك حاجه، النهارده انا كنت في اجتماع فيه 300 واحد من المنتجين الصناعيين المصدرين في قطاع معين، كلهم بيتكلموا على مشاكل العمال. ما عندهمش عمال. معادله احنا محطوطين فيها، ان احنا عندنا النهارده على جانب مصانع مش لاقي عمال، وعلى الجانب الاخر شباب مش لاقيين شغل. في بطاله. في فجوه يجب ان نعبرها. جزء منها هي فجوه جغرافيه، ان هذه المصانع موجوده في اماكن مش ما فيهاش سكان، والاماكن اللي فيها سكان ما فيهاش مصانع، فعشان كده احنا بنوزع المناطق الصناعيه على محافظات كتيره. جزء تاني مشكله الخبرات والمهارات، ان احنا لازم ندرب الناس دي، لان الشباب اللي طالعين من التعليم عندنا ما عندهمش المهارات اللي الناس دي عايزاها. فدي للاسف فجوات موجوده بتحدث في العالم كله.
النهارده زي ما بقول لك الدول الصناعيه والكبرى المانيا، فرنسا، انجلترا، ايطاليا عندهم هذه البرامج وبيرجعوا يحطوها مره ثانيه. طيب سياده الوزير، وانت انا مش عايز اقول سياده الوزير برضه، معلش انا اسف. احنا ما بنخترعش العربيه ولا العجله، العربيه مخترعه. صح. هناك دول بدات معانا وجايز كانت بعدينا وجايز ظروفها كانت قاسيه جدا، ومع ذلك استطاعت صح. ان تتجاوز ازمتها. وعندنا وتبقى التجربه دول غنيه جدا. خلينا ناخد تجربه ماليزيا اللي حصل فيها كلام كتير، واخد تجربه تركيا اللي حضرتك كان ليك دور فيها في مرحله من المراحل. هو احنا اذا كان الكتالوج موجود وانا بفصل وعندي تجارب، ليه ما باخدهاش؟ ايه اللي خلانا نقف طول الوقت وكل شويه نشعر انك بتبتدي من النهارده، انتظرونا من النهارده عندنا خطط، رغم ان اللي موجود النهارده هو اللي كان موجود امبارح، لا، وهو اللي كان موجود اول. هقول لك بص، اتفضل. يعني هقول لك اولا، خليني بس اقول لك حاجه، ان انا هقول لك المعادله اللي حققتها هذه الدول ايه قبل ما نخش في مقارنه بيننا وبينها، عشان بس لما نقول هذه المعادله برضه نسترجع نفسنا ونقول احنا فين منها.